ازيكم يا جماعة؟ أخيرا مدير الكورة والمركز اللي كلنا بالنادي من فترة إنه يبقى موجود في النادي الأهلي. كابتن محمود الخطيب ومجلس إدارة النادي الأهلي اختاروا وليد صلاح الدين بعد أخبار عن ترشيحات لخالد بيبو ووليد سليمان وعودة سيد عبد الحفيظ. سيد عبد الحفيظ اللي إبراهيم فايق قال إن حصل تواصل من وسطاء من مجلس إدارة النادي الأهلي لإمكانية عودة سيد عبد الحفيظ وإيه الشرط الجزائي والحوارات دي، وقناة MBC بلغت إن هي في حالة إن الأهلي عايز يرجع سيد الشرط الجزائي هيبقى مفيش أي مشاكل ولا أي حاجة. طيب، الموضوع ده يخليك تفكر، هو كابتن محمود الخطيب ليه بعد كده رفض إن هو يجيب سيد واختار وليد؟ الله اعلم ايه اللي حصل. لكن قبل ما نخش على موضوع سيد نقول ان وليد صلاح الدين يا جماعه ده امير الموهوبين، والناس اللي بتقول ان هو شخص طيب وشخصيته مش عارف ايه، لا 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 لا. وليد صلاح الدين مش طيب، وليد صلاح الدين ذكي. وانت عايز واحد ذكي عشان يتعامل مع اللعيبه دي، عايز واحد فنيا شاطر شبه وليد صلاح الدين. وليد صلاح الدين ده ممكن يرجع لك واحد شبه احمد عبد القادر. وليد صلاح الدين هيساعد عماد النحاس وعادل مصطفى. عادل مصطفى ووليد سابوا زد وهم بياخدوا فلوس كتير هناك، فده اكيد مش بشكل مؤقت، فاكيد هم هيقعدوا مع المدرب اللي جاي. وليد صلاح الدين ده كان حريف قوي يا جماعه، كان كل الجماهير تهتف وليد وليد، وكان ينزل يفك اي تكتلات. اما بقى اللي بيتقال خصوصا كمان بعد الكلام اللي قاله محمد فضل ان حسام غالي بقى له 5 شهور ما بيخشش النادي الاهلي بسبب الحمله اللي عليه من الناس جوه النادي الاهلي مفروضه على مجلس الاداره وقصده على جمال جبر. وحته مفروضه دي تخليك تفكر مين اللي فارض جمال جبر على كابتن محمود الخطيب، وقبل كده الرعايه اللي اترفضت من قطر. ما علينا، يعني تحس ان كده في امور نخلينا نفكر. هل زي ما بيقولوا ان الكابتن محمود الخطيب بيغير من النجوم، عشان كده دلوقتي هو ضد حسام غالي ومش هيبقى موجود في القايمه، وضد سيد عبد الحفيظ لما لقى شعبيته بتزيد؟ طب نفكر فيها، طب ما هو اللي جاب سيد عبد الحفيظ، هو اصلا صاحب فكره ان هو يبقى مدير كوره من زمان ايام ما كان نائب مع كابتن حسن حمدي. هو اصلا اللي دخل حسام غالي في القايمه، هو اللي اختار محمد رمضان، رغم ان محمد رمضان لما اتسأل لو نزل الخطيب ضد طاهر ابو زيد في الانتخابات هتختار مين، قال لك اختار طاهر ابو زيد. هو اللي جاب شادي محمد رغم ان هو كان بيرقص في الانتخابات دعما لمحمود طاهر. هو اللي جاب وليد صلاح الدين دلوقتي، ووليد صلاح الدين رغم ان وليد صلاح الدين الكابتن محمود الخطيب لبسه التيشيرت بتاعه في ماتش الاعتزال وقال ده هيبقى خليفتي، وليد صلاح الدين راح دعم قائمه محمود طاهر، ورغم ذلك جاب وليد صلاح الدين. فحته ان الكابتن محمود الخطيب بيغير دي من سيد عبد الحفيظ انا مش مقتنع بيها، مش مقتنع بيها تماما يعني. وده يخلينا نروح للجزء الثاني، ان في حد فرض على الكابتن محمود الخطيب ان هو يمشي سيد، وانا اميل لده والشارع بيميل لده، خصوصا ان سيد عبد الحفيظ مشى في نفس الوقت اللي تم فيه اقصاء مرتضى منصور عن نادي الزمالك، فتبقى راس براس. اما بقى موضوع المدرب، كله عمال يقول لك يا جماعه بقى المره دي لازم مدرب كبير، فكك من المشروع ومدرب المشروع، واديك شفت اهو لبسنا في سوارش ولبسنا في ايه، في بيريرا الاخير ده. طيب انا عايز اقول لك يا جماعه الموضوع مش موضوع مدرب كبير ولا مدرب صغير، الموضوع مدرب عنده شغف وعنده حميه. مهما كان بقى، هو اهم حاجه تكون امكانياته كويسه طبعا، لان انت فاهم، لان طبعا بريرا وسوارش دول يعني ميح خالص. وكان في زمان واحد اسمه ديكسي في التسعينات اللي يفتكر، جه كده سنه وكان ضايع، اقل من سنه والله، جه كام شهر دخل خد الكاس ومشى. يعني انت كان عندك المدربين الكبار اللي جم، توني اوليفيرا ده برتغالي، ده كان معلم مانويل جوزيه، وبول فورير الهولندي ده مدرب عالمي، ومارتن يول مدرب عالمي كان بيدرب توتنهام واياكس، وبيسيرو البرتغالي اللي هو كان لسه بيدرب الزمالك ده مدرب كبير في البرتغال وعالمي، ولاسارتي ده يا جماعه اللي شال الخمسه سان داونز وخد الدوري التاريخي في 2019. السي في بتاعه جبار، ولكن فشلوا. هم مدربين كبار هم كانوا بياخدوا فلوس كتير، وفي مدربين مشروع ونجحوا. جوزيه لما جه ما كانش مدرب كبير على فكره، كان مدرب مشروع ومبشر، ده المدرب التاريخي. موسيماني كذلك، فايلر كذلك، كولر كذلك. كولر كان مدرب كبير لكن قعاده في البيت سنتين خلاه غير، يعني خلاه هو يعتبر مدرب مشروع ونجح، يعتبر تاني انجح مدرب بعد جوزيه. فالموضوع مش مقياس، اهم حاجه المدرب اللي عنده استعداد وحميه وشغف. اتمنى ان الكابتن محمود الخطيب ويكون معاه ناس صغيرين في السن، مش لازم زكريا ناصف بس
ومختار بس اللي معاه. اسمع لحسام غالي، اسمع لمهند لاشين، اسمع للناس اللي حواليك. امام عاشور انا قلت لكم من زمان ان هو لاعب عظيم، لكن اكتر لعيب خايف منه انه ممكن يعمل قلق في اوضه اللبس هو امام غير احمد يحيى الوكيل بتاعه اللي اصلا كان معصلك في تمديد عقده، وراح بقى لادم وطني. ادم وطني الوكيل ده اللي كان بتاع وسام ابو علي، كان وكيل وسام ابو علي اللي هو عصاه على الاهلي وعمل المشكله الاخيره دي. فهل هو كده يعني بيروي دراع الاهلي؟ هل في خطه معموله؟ اللي عايز يمشي يمشي يا جماعه، واللي عايز يمدد يمدد. انت عقدك 3 سنين تكملهم، عايز بقى تتمرد اقعد احتياطي، حصل اخوك عبد القادر. لكن اعتقد ان امام عاشور اذكى من كده. ونروح لكابتن ميدو. كابتن ميدو عمال يدس السم في العسل من اول ما رجع، وفجاه كده اختفى امير هشام. هل برنامج امير هشام الاهلاوي يعني عشان يتعمل توازن في القناه مشيتوه خالص وجبتوا ميدو، ولا هتقللوا حلقاته؟ والله اعلم يا جماعه. اللون كله ابيض، ده من ايام مين؟ من ايام فايز الزمر وحاتم بطيشه ومين وكابتن لطيف. كل القيادات في الاعلام المرئي والمسموع دايما زملكاويه. انما ممكن الصحفيين الاهلاويه في الصحف معظمهم اهلاويه، لان مش هتعرف تسيطر على كل الصحفيين. انتوا فاهمين؟ فالظاهر هي متقسمه التقسيمه دي. ميدو كان بيقول ايه بقى؟ بيقول لك اول حلقه قال لك ان الاعلام بسبب سيطره الاهلي ما كانش يقدر يقول ان بيريرا لو خسر من بيراميدز، مدرب الاهلي لو خسر من بيراميدز بيريرا ممكن يمشي، وان العكس هو اللي حصل مع بيراميدز. لكن في الواقع يا جماعه كل الاعلاميين كانوا بيقولوا كده. ده شادي عيسى كان بيقول كده، ده خالد الغندور كان بيقول كده، ان الاهلي لو خسر من بيراميدز بيريرا هيمشي. ده الجمهور نفسه كان على السوشيال ميديا بيقول كده. فهو بيتكلم بكل ثقه وبيقول لك لان اعلام الاهلي قوي ومسيطر. انما دلوقتي الزمالك بقى ليه درع وسيف اللي هو مين؟ جون اودوارد اللي هو اهلاوي. جون اودوارد بقى ما بقتش اسرار الزمالك بيطلع من اوتلس بيطبلوا جون اودوارد بيلمعوه، مع ان الدنيا بايظه. وهنشوف ايه اللي هيحصل مع ناييك فيريرا. يلا النهارده بقى قال الجنان الرسمي. ارض الزمالك المفروض ان الجزء الاقتصادي اللي بيبنوه اللي هو المساكن دي اسمه مشروع اقتصادي، اخدوا 15% من وزاره الاسكان نشاط اقتصادي كاستثناء. فالاهلي على ارضه اللي بيبني عليها الاستاد قال لهم لا، في الشيخ زايد قال لهم لا، انا فاضل لي 20% من الارض ما اتبنتش، انا عايز 15% من زي الزمالك مشروع اقتصادي. فالظاهر ان وزاره الاسكان هتوافق ان الاهلي ياخد 15% من ال 20% اللي باقيه من الارض. خد بالك حته صغيره جدا، انما الزمالك اخد 15% من مساحه الارض كلها. ده اصلا لو ينفع قانونا، وهيبان بقى بعد التحقيقات. فميدو بيقول لك مش عيب ان الاهلي يتعلم من الزمالك، ده ناقص كمان الاهلي ايه؟ ياخد جمهور الزمالك. ناخد جمهور الزمالك، ناخد يا اخويا جمهور الزمالك عشان يحصل فيه، عشان يبقى شيكابالا اسطوره. يعني انا مش فاهم. ناخد جمهور الزمالك عشان نعيش نظريه المؤامره ليل نهار، عشان نخوض في الاعراض، عشان نترقص على الحنكشه مش على لعب الكوره. لا يا حبيبي، لا متشكرين. وبعدين الاهلي عنده 4 فروع. ده انت اصلا لسه الارض بتاعتك من 2003 على المحاره، وبيقول مش عيب ان الاهلي يتعلم من الزمالك. يا جدعان المنطق اللي بيخترعوه والجنان اللي بيقدموه يجن. ده مش كلام ناس جمهور. طول عمري بيقولوا ان مشكله الزمالك المسؤولين والاعلاميين بتوعهم اللي بيتكلموا هم اللي بيسوقوا جماهيرهم للتعصب واستفزاز الناس. مش هيرتاحوا الا لما تحصل مصيبه. ونيجي بقى لحدوته القرن اليومين الاخرين. الحضري بيلقح على حسام حسن وبيقول في فيديو او تويته هو ده العميل الحقيقي، يعني بيشاور على احمد حسن. يا جماعه ده يصح يعني يا هاني يا وريده، انت بتكره حسام حسن واحنا عارفين، وانت مش عايز مدرب مصري للمنتخب اصلا، فتجيب له الحضري اللي هو على خلاف معاه، وتجيب له احمد حسن اللي هو على خلاف معاه بسبب حوار العميد، وتجيب له حلمي طولان اللي هم متخانقين خناقه الرب السما في 2009. انت متعمد تضايق الراجل، حتى مش بتوفر له الجو اللي يشتغل فيه. ده يا جدعان كاس العالم. وتسرب التسريبات اللي بتطلع من الصحفيين ان هو لو ما فازش ببطوله افريقيا، لو حسام ما فازش ببطوله افريقيا مش هو اللي هيدرب في كاس العالم. وان بقى هو ان هو محضر حلمي طولان ستيب.
يا جماعه عيب يا جماعه، ده اللي قدمه حسام حسن للمنتخب وهو لاعب. انا ما بتفقش مع كل حاجه بيقولها، وبيخش شمال في الاهلي وبيخش شمال في الزمالك، لكن كمان ازدواجيه المعايير. ازدواجيه المعايير ده حسام حسن لما طلع مع رامز جلال طلع بيان هاني ابو ريده واتحاد الكوره، قال لك ما فيش اي حد يشتغل في اتحاد الكوره والمنتخبات يطلع في برامج. خلاص. طب بالنسبه لحلمي الطولان اللي بيطلع في ام بي سي وانت ممسكه المنتخب التاني، واحمد حسن اللي اصلا عنده برنامج بيقدمه، وعصام الحضري اللي بيطلع في كل البرامج. عصام الحضري اللي ايام برادلي، ها، قال لك لما سالوه على المنتخب قال لك انا مش متابع، زيه زي باسم مرسي. وجاي النهارده بعد ما مسك المنتخب الشباب هرب وراح درب سوريا ورجعتوه تاني عشان واسطه وكوسه. يا جماعه ما تبطلوا يا جماعه. احنا هنتقدم ازاي وتسترجعوا تقولوا ليه الجمهور ما بيحضرش في يشجع المنتخب؟ اخركم تروحوا تشحنوا ناس يحضروا المباريات شبه بيراميدز. مش معقوله اللي بيحصل. اتمنى ان ربنا يصلح الاحوال، وان كان يعني المنظر كده اتمنى ان ربنا ينصر حسام حسن. انا نفسي حسام حسن لعب في كاس العالم، وصلنا ان شاء الله كاس العالم ويدربنا في كاس العالم، لان حسام حسن اسطوره مصريه. انا مش فاهم وعداء جمهور الزمالك لحسام حسن لان جمهور الاهلي مع حسام حسن. برضه انا مش فاهم الموضوع ده. ربنا يوفق العميد وربنا يوفق الاهلي، ولازم جمهور الاهلي يقف ورا وليد صلاح الدين. وليد صلاح الدين ذكي مش ضعيف وهينجح، هو وعماد النحاس وعادل مصطفى، وان شاء الله نجيب مدرب كويس. ولو عجبك الفيديو اعمل لايك واعمل شير واعمل سبسكرايب، ولو عايز اي حاجه اكتبها لي في الكومنت. وشكرا انك فضلت معايا لحد دلوقتي، وسلام.